بصوا من جوه عامل ازاي. بصوا بقى الجمال، الله على الريحه. هو ده يا جماعه الاكل اللي يتاكل في الشتاء، نغرقه كده في الطحينه، اديله ادي. مساء الفل عليكم. بصراحه يا جماعه من ساعه ما الاسعار غليت وكل حاجه بقت نار، وانا بقالي كام يوم كده قافل على نفسي وقاعد بفكر ايه اللي نقدر نعمله اكله تكون حلوه وفي نفس الوقت سعرها ما يكونش غالي. فانا فكرت قلت ايه رايكم نعمل حواوشي جمبري، اكله حلوه فيها جمبري وفي نفس الوقت احنا نعملها بطريقه ان هي تبقى في متناول الجميع عشان ما تبقاش غاليه. الحواوشي فيه تركتين، تركه هوريها لكم في البدايه خالص وتركه في العيش بتاع الحواوشي. اول حاجه احنا هنعمل يا جماعه حاجه اسمها حواوشي قرمه. يعني ايه حواوشي قرمه؟ انا بصراحه من الناس اللي بقرف اجيب اي حاجه مفرومه من بره البيت. يعني انا ما بحبش فكره المكنه وان هي تبقى مغسوله من جوه، لازم تتاكد ان هي مغسوله فانا ما بحبش ده. وفي نفس الوقت بحب طعم الحاجه اللي بتبقى معموله مفرومه على القرمه. ايه مفرومه على القرمه؟ يعني بنفرمها من الاخر كل حاجه بالسكينه قدام عينك في النظافه، مفيش اي حاجه بتخش جوه مكنه، كل حاجه قدام عينك وفي النظافه. وفي نفس الوقت انا بحس ان هي كمان طعمها بيبقى احلى، لان هي بتدي التكتشر بتاع الاكل نفسه بيبقى فيه حاجه بتمضغها، مش مفرومه تحس ان هي عجينه. اول تركه هي دايما في الحواوشي تلاقي ناس عم بتعمل حواوشي تلاقي البصل طعمه باين قوي وبيقطم. ليه بقى؟ لان البصل مهما انت عملت حواوشي سواء حتى لو بلحمه مش بجمبري، البصل بياخد سوا اكتر من اللحمه المفرومه واكتر من الجمبري المفروم. فلو انت اعتمدت ان انت هتسوي البصل مع جوه الرغيف مع الحشو اللي موجود سواء لحمه او فراخ او جمبري مش هيستوي. فاحنا بنسويه قبليها. ازاي بنسويه هوريكم. ادي بنجيب البصل وهنقطعه عادي، بس هنقطعه ارفع حاجه ممكنه. البصل جاهز، فرمناه ناعم بالسكينه. اول تريك ايه بقى اللي قلت لكم عليها في تسويه البصل؟ هنجيب البصل وننزله اول حاجه في البوله كده، وهنبتدي نحط كل توابلنا اللي هنستخدمها من دلوقتي على البصل ونفركه ونسيبه عشان يستوي. الملح والبهارات بيسووا البصل، الفلفل الاسود، اي بقى بهارات انتوا بتحبوها مشكله. وادي بقى يا جماعه اهم خطوه، اديله ادي، افرك افرك افرك، سيب بقى ايه البصل ده يستوي. هنحط بقى شويه خضار يدوا طعم مع البصل، كمان قرن فلفل حلو، ثلاث فصوص توم، حته فلفل حمراء وحته فلفل صفرا. ادي يا جماعه الخضار اهو قطعناه في نظافه، ولا بقى ايه يتفرم ويبقى عجينه ولا حاجه. نجيب بقى اخر حاجه شويه شبت، اخلط بقى كله وافرم بقى ناعم على قد ما تقدر. ادي كده يا جماعه اهو خلص. هنشيل كل الخليط ده كده على البصل واديله بقى الريحه تحفه. برضو بقى نسيبهم يكملوا سوا مع بعض. دلوقتي يا جماعه جه دور الجمبري. الجمبري هنقسمه نصين، هناخد شويه كده دول هنفرمهم نص فرمه بالسكينه، حاجه بس ضعيفه قوي كده عشان يبقى عندنا كذا ملمس جوه الحواوشي. ادي كده نص تقطيعه، دول نحطهم على الخليط والباقي بقى ايه نفرمه كويس عشان ده اللي هيمسك كل الخليط ببعض. بسم الله. ده عايز بقى سكينه كبيره بس على الوحش. ادي يا جماعه زي ما انتم شايفين فرمناه بالسكينه، ناخده نحطه مع ايه مع باقي الشله. بقى الكلام ده كله واديله ادي. الريحه عظيمه،
بص يا جماعه، حاجه نظيفه، كل حاجه مفرومه قدامك. احنا بنشتغلوا كده يا جماعه في المطعم، مش بعمل كده عشان التصوير، هو كده بنشتغلوا كده. هو ده عيبه طبعا، ان هو مش مسمغ، يعني ايه مش بيمسك في بعضه، لان هو قطع. في ناس بيحطوا ايه عشان يسمغ معاهم، بيحطوا فيليه، حاجه اسمها فيليه باسه، تمام، يمسك بقى كل ده في بعضه يخليه زي الغيره. بس طبعا فيليه باسه ده حاجه مضره ومش حلوه ورخيصه وبتعمل طعم مش حلو يعني. هي طبعا بيحطوها عشان يسمغ، وعشان كمان يرمي معاهم ايه وزن. فانت ايه ما يبقاش كله كده صافي جمبري زي ده كده، لا يحطوا بقى شويه باسه، شويه كاليماري، مش لا احنا عاملينه جمبري صافي. بص صافي اهو. بس مش مهم بصراحه، اهم حاجه الطعم والنظافه. نفسي يا جماعه تشموا الريحه. نخش في المرحله اللي بعدها واقول لكم على التركه التانيه في الحواوشي. التركه التانيه ايه بقى؟ ده عيش بلدي اللي انتوا عارفينه العادي اللي من الفرن. قرب. ده ما ينفعش للحواوشي ليه؟ لانه مستوي، هيخش مع الحواوشي هيستوي زياده، لان لسه المكونات عايزاها تستوي. انت بتروح للراجل بتاع الفرن تقول له عايز عيش حواوشي او عيش نص سوا، هو العيش البلدي، بس هو بيطلعه قبل ما يستوي، في نص عمليه التسويه بيطلعه، بتلاقيه ابيض كده. النص سوا اللي فاضل له هيكمل مع سوا الجمبري. تعالى بقى اوريك هتفرده ازاي. وتجيب المكونات وتحطه جوه كده وتفرد. الريحه يا جماعه، الريحه يا جماعه، بعد ما تفرد كويس كده تروح جاي قافل وبايدك مساوي الرغيف كده، تقدر تقلبه وتقدر تعمل فيه اي حاجه عادي زي الفل. ادي الرغيف اللي بعده، تجيب الجمبري اهو. ممكن بقى تعمله في الفرن او على النار عادي، على الجريل او على طاسه بوتاجاز. انا هعمله على البوتاجاز بسرعه واوريكم النتيجه عامله ازاي. دلوقتي يا جماعه طلعنا اهو، عملناه على الطاسه تمام، ما خدش 5 دقايق. بص يا جماعه بقى اللون حلو ازاي. تخيل بقى احنا كنا حطيناه اللي هو العيش المستوي، احنا حطيناه ابيض وطلع كده، ما كانش طبعا ايه هيستوي حلو زي ده. بص من جوه عامل ازاي، بص بقى الجمال، الله على الريحه. نجيب بقى كده ايه، نقطع كده كده. هو ده يا جماعه الاكل اللي يتاكل في الشتاء. ادي يا جماعه السعاده في 3 خطوات. في بعد كده يا جماعه بالذمه. يلا بقى يا جماعه ايه ندوق واقول لكم رايي المجروح. نمسك كده نلفه وندوق. بسم الله. الله. اضرب مخلاه. ناخد واحد تاني، بس المره دي بقى ايه نغرقه كده في الطحينه. اديله ادي. تحفه وسبايسي وحرش، حاجه بجد انسب حاجه للجو الساقع اليومين دول. اقول لكم حاجه بقى، انا هعملها لكم رغيف حواوشي ومع واحد طحينه، وهعملها لكم بسعر مفاجاه. كل الناس تدخل تسال على السعر، من بكره شغال معانا في المطعم والسعر مفاجاه يا جماعه. انا حاسس بيكم والله، الدنيا بقت فعلا نار. فانا بحاول دايما افكر ان انا اعمل ايه ان احنا نقدر نوفر بيه، بس في نفس الوقت ناكل حاجه حلوه. يلا صباح الفل عليكم.